أغرب فرح في مصر، انتهى طلاق العروسة وهي خارجة مع عريسها من الكوافير. عشان القصة دي هتبقى غريبة وعجيبة في كل تفاصيلها، وخصوصا المفاجأة الحقيقية، ازاي العروسة طلعت حامل. وده اللي كنا محتاجين نتكلم فيه مع بعض، ومحتاج اوضح ان هما قصتين. الفيديو اللي هنشوفه مع بعض خناقه والعروسه اتضربت واهل العريس اتضربوا والعريس اتضرب، كلهم ضربوا بعض، والقصه التانيه هي لكن التفصيله الزياده ان العروسه طلعت حامل. عشان نفرق ما بين القصتين محتاجك بس كده تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالى معايا اديني من وقتك 5-6 دقايق. الموضوع كله هيبتدي من منطقه العجمي. العجمي دي يعني عارفين اللي هي تبع اسكندريه، يعني طبعهم حامي شويتين 3، لكن بناتهم جدعان ورجالتهم برضو جدعان. الحكايه كلها هتبتدي من عند محمود الابيض، والاسم ده مش اسم بلطجي ولا حاجه. محمود الابيض ده عشان كان ابيضاني، فاسم الشهره طلعت عليه، وكان شغال في مجال الموبايلات وخلص جيشه وطلع وفتح محل موبايلات لنفسه، والدنيا كانت جميله وزي الفل لحد ما اتقابل مع دينا. وهنا كانت داخله بتليفونها وحصل تاتش ما بينهم، يعني ايه، خناقه صغيره كده بسيطه. دينا اثبتت له قد ايه اللي هي ست ب 100 راجل، عشان كان حاول يستخف كده ويهزر هزار تقيل حبتين. من هنا ابتدى يتعلق بيها وعلقت في دماغه وقال هي دي، ايوه هي دي اللي هنفتح بيت مع بعض. وعلى طول قرر اللي يجيبها تاني المحل بتاعه عشان عطل تصليح التليفون. لما كان بيديها التليفون وقع من ايده اتكسر، فقال لها انا اصلحهولك. ابتدت تتردد على المحل، طب هاتي رقم تليفونك عشان نكلمك لما يخلص. ولما خلص التليفون كلمها وقال لها بصراحة أنا عايز أتجوزك. وابتدت الحكاية بين الأبيض وبين القصة كانت كويسة وماشية حلوة قوي، وقروا الفاتحة والدنيا تمام. وابتدى بقى يجهز شقته اللي كان والده جايبها له، والدنيا برضو ماشية زي الفل. شوية مشاكل هنا، على شوية خلافات من هنا، على شوية دروبات تطلع من هنا، على يعني عدوا زي أي حد مخطوبين ومرتبطين وبيحبوا بعض. الموضوع بيعدي عشان يجي كتب الكتاب. وهنا الموضوع هيختلف حبتين في كتب الكتاب ده، عشان عارفين ان القايمة دايما بتبقى هي سبب الخلافات. والقصة دي متكررة في اسكندرية لسه برضو من فترة. موضوع القايمة عمل أزمة كبيرة ما بين عريس وعروسة بعد كتب كتابهم ويطلقها، ولكنه وافق على القايمة ومضاها والموضوع عدى، عشان كان والد العروسة عامل كتب كتاب قبل الفرح ب2 عشان ما نكونش عزمنا الناس والناس قربت وضغط. لا انت نعمل ده عن ده، يعني هتمضي القايمه ونعمل كتب الكتاب قبل الفرح ب2. ويا ريته ما عمل الحركه دي. ليه بقى؟ هنفهم بعدين. كتبوا الكتاب، ويوم كتب الكتاب العريس والعروسه نزلوا خرجوا مع بعض، وهي كانت لابسه عبايه بيضه كده حلوه ونزلت خرجت بيها مع عريسها، ما خلاص بقى جوزها. ورجعت بالليل متاخر وعادي، يعني الموضوع عدى. والدها دي المره الوحيده اللي ما اتكلمش معاها فيها، ولا والدتها ولا حد قال لها انت ايه اللي حصل ولا اي حاجه. وعدت الليله لحد ما جه يوم بس قبل الفرح بليله او ليلتين تقريبا يعني. والحاكي او الراوي للقصه ديت هي اخت العريس. قبل الفرح بليلتين كان في موعد مع الشيطان. يعني ايه عمل حاجه غلط؟ لا، موعد مع الشيطان. الشيطان دخل ما بين العرسان عشان العريس يتفاجئ ان عروسته كانت مرتبطه بواحد، والواحد ده ماسك عليها صور ازاي؟ صور. طب ظهر ازاي؟ لا مش صدفه. العريس بيقلب في تليفونه عادي جدا، في رساله جايه له من واحد ليس صديق. انتوا عارفين الرسائل اللي بتيجي من غير الاصدقاء دي. فتحها، انا فلان الفلان، انت على فكره عروستك ديت كنا مع بعض، انا بقول لك نصيحه لوجه الله، وصورها يعني. الراجل بقى محتار ومش عارف ياخد قرار. هل الصور دي مفبركه معموله بالاي اي؟ هل اطلقها؟ ما بقت مراتي. فضل ساكت ومش عارف يعمل ايه، وفضل ما يقولش لحد ولا قال لها. لكن التعامل بقى صعب قوي. هو كان في دماغه اللي عايز يوصل للي بعت له الصور دي، يعني انا عايز اوصل للشخص ده، وطبعا اكونت فيه مش عارف يوصل. خد بعضه وراح عمل المحضر في نفس اليوم في مباحث الانترنت. وبعد كده ما بقاش طايق حد، حتى اهله. اخته بتقول انا كنت شاهده على القصه اللي بسلوكه بقى قلنا توتر الفرح وعادي. يوم الفرح رايحين ناخدها من القاعه، دخل عشان الفيرست لوك وعمله، بس هو متوتر وتنشن جدا يعني. عمل الفيرست لوك العروسه وضحكوا وهزروا واتصورت. لكن العروسه بسبب بوكيه الورد، انت مش جايبه بوكيه زي بتاع العرايس اللي موجود، يعني
هو جابه بلدي، كان متاخر ومش في دماغه فنسي، فقالوا له عايزين يجيبوا بوكيه ورد، واحد صاحبه جابه له، فجابوا بوكيه ورد من بتوع زمان، مش اللي هو طالع بشكل مختلف دلوقتي. فبسبب بوكيه الورد قالت له انت ما بتفهمش حتى في اللقطات الخاصه، ولا بتفهم في اي لقطات كويسه. لا انا ما بفهمش خالص عشان اخترتك. الجمله دي مع الرد بتاعها هما الاثنين طقشوا في بعض، انا مش عايزاك انت طالق. طلعت منه غريبه، صدمه حقيقيه، طلقها مع ان مفيش حاجة تستدعي لده. هي اتصدمت وانهارت واغمى عليها، واخوها وابوها، وايه اللي حصل بعد كده ما راحتش القاعة، وهو اصر الفرح يبوظ. ما فهمناش ليه، وقال هطلقها، هي اللي ما بتحترمنيش من البداية، وما كانش قايل لحد ما عدى اسبوع من الفرح، ولقينا العروسة داخلة علينا وبتقول لنا اخوكوا اللي هيطلقني انا عايز اعرفه بس حاجة، اللي انا الشقة هاخدها والقايمة هاخدها وهاخد النفقة وهاخد كل حاجة. اتصدمنا من اللي هي بتقوله، لكنها طلعت حام ومن اخويا. مفاجأة قلبت الموازين. اليوم اللي كتبوا فيه الكتاب وخرجوا فيه مع بعض راحوا على الشقه، ما كانتش مفروشه بس كان فيها شويه حاجات، وعملوا ليله الدخله مع بعض، وهو اعترف بده وهي حملت من الليله. المأزق في حاجه، هو دلوقتي بقى فرح ومفيش فرح، والمفترض اللي هي جايه لنا قبل ما اهلها يعرفوا المصيبه. هي جايه من ورا اهلها وقالت 1 2 3، وهو عارف اللي في بطني ده. من المفاجاه اللي العريس حكى بقى اللي عمل فيه ده كله عشان الصور اللي جالها، وما بقاش قادر يصدق اللي في بطنها ده منه ولا لا. تقول لي القصة دي لحد دلوقتي مش عارفين ناخد قرار فيها. المفترض هي لما تولد هيعمل تحليل DNA، بس هو لحد ما تولد هتولد ازاي قدام الناس؟ والقصة دي بقى لها 10 أيام. بالصدفة الفيديو اللي قدام حضرتك واتعرض اثناء واحنا بنتكلم ده فيديو الاتنين عرسان اتخانقوا برضه، واهاليهم اتخانقوا برضه في القاعه عند الكوافير، زي ما يكون السيناريو بيتعاد. بس انا قلت لحضراتكم في البدايه اللي ده ملوش علاقه. بس انا محتار، يا ترى الشيطان بيعرف يدخل لنا في الليله المفترجه، ليله العمر؟ يعني الليله زي دي ليله جميله وليله حلوه زي دي اللي خلاص بقت مراتي وده اختبار حقيقي، الشيطان يدخل لك ويعرف يخليك تخسر كل ما ليك. البنت اللي بتأمن لك على نفسها وعلى مشاعرها وتعمل فيها كده وتبهدلها. والقصة التانية اللي فيها الفيديو اللي عرضناه لحضراتكم اللي مطلعها الميك اب ارت، يعني القصة دي اللي مطلعها على صفحتها الميك اب ارتست، وبتقول اهل العريس والعروسة بهدلوا لي الكوافير بتاعي. ما قالتش السبب الخلاف، بس من الواضح اخو العروسة كمان اندفع فضرب العريس، والعريس ضرب العروسة، والقصة كلها بقى واخد وموعد. عشان كنت دايما بسمع دعاء بيتقال من اهالينا في الافراح، يا رب تم ليلتنا وفرحتنا على كده. استغفر، هتتم على خير يا رب. لا، طلع ان فعلا الشيطان مش عايز الحلال يتم، مش عايزه يتم. ما انت لما هتتجوز وهي تتجوز انتوا الاتنين هتبقوا في الحلال وهتعفوا نفسكم، لكن الشيطان ازاي هيدخل ويفرق ما بينكم بأي طريقة؟ أهل العريس مع أهل العروسة، حد كلمة من هنا على كلمة من هنا، تلاقي الموضوع كله زي الميك اب ارتست اللي رفع الفيديو، زي القصة اللي قلتها لحضراتكم. ولحد دلوقتي هو مش عارف مين اللي بعت له الصور، وهل هي AI ولا لا، محدش عارف. عشان كده كنت محتاج بس أعرض لحضراتكم قصتين، ومحتاج تقولوا لنا واللي بيشوف او شاف الحلقه النهارده، العريس غلطان القصه الاولى اللي مراته طلعت غلطان، وغلطان في ايه؟ انا من وجهه نظري اللي استعجل ودخل عليها قبل ليله الدخله وبقت حاجه، فلازم تلم. ما انت عارف، فقبل ما تطلق كنت تلم، لا اما كنت تجيبها وتصارحها وتقول لها ايه ده وصور مين دي، وتاخدها وتروحوا تعملوا محضر بدل ما كنت تشيل لوحدك. صح ولا لا؟ سلام عليكم.